السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن مرض يعتبر من اخطر امراض الدواجن، وهو مرض الميكوبلازم او مرض الجهاز التنفسي او مرض الاكياس الهوائية. ليه 3 اسماء؟ ليه هو اتسمى باسم مرض الجهاز التنفسي المزمن؟ لانه بيصيب الجهاز التنفسي للطائر اصابة مزمنة او شديدة الخطورة. واتسمى ليه بمرض الاكياس الهوائية؟ لانه بيصيب الاكياس الهوائية في الطيور. الميكروب ده بيصيب الجهاز التنفسي وبيسبب له مرض الجهاز التنفسي المزمن والتهاب الاكياس الهوائية. الميكروب بيصيب الدجاج والرمل وبيتنقل وبينتقل عن طريق الهواء، بيتنقل عن طريق الهواء الملوث. يعني لو في ميكروب موجود في المكان او الهواء ملوث، بيتنقل منه او عن طريق الزرق بتاع الطائر المصاب. يعني لو في عندي طائر مصاب الميكوبلازما ده وجه طائر تاني نقر في الزرق بتاعه، بيتنقل له الإصابة دي. ممكن كمان يتنقل عن طريق الأمهات اللي عندها الميكروب. يعني لو الأمهات عندها الميكروب ده، بيتنقل العدوى للكتاكيت بتاعتها عن طريق بيض التفريخ. يعني لو الأم عندها ميكروب الميكوبلازما، طبعا هيكون البيض بتاعها هيتنقل له العدوى بتاعة المرض برضو بالتأكيد. يبقى كده الكتكوت اللي طالع من البيضة اللي هي مصابة بالميكروب ده اهو برضو هيكون مصاب بالميكروب برضو. يعني بيتنقل عن طريق الأم نفسها. فترة الميكروب ده بيعيش من 7 ل21 يوم. الأعراض ان انا بقى لما اشوفها اعرف ان الطائر ده هو مصاب، او اول ما اشوف طائر فيه الحاجات دهيا اعرف ان هو مصاب بالميكوبلازما. اول حاجة بلاقي في صوت عالي كده وخنفرة بنسميها حشرجة في الزور، وعطس وافرازات في الانف، ووشه بلاقيه منتفخ كله، سواء من جانب واحد يعني من جنب واحد او وشه كلته بلاقيه منفوخ في بعضه، وعينه بتكون مقفولة ومتدمع وملتهبة جدا. تاني حاجة بلاقي ان اكلتهم قلت ومش بيزيدوا، وقفوا على وزنهم قبل الاصابة. يعني قبل ما كان عندهم المرض ده وقفوا على الوزن بتاعهم، معدوش بيزيدوا عن كده. بلاقي ان العرف بتاعهم بعد ما كان لونه احمر وفاتح كده، بلاقيه بقى باهت ومغمق شوية. لو عندي بقى الطيور اللي عندي دهيا كانت بتبيض، بلاقي انتاج البيض بتاعهم قل، ما عادش زي الاول. ولو عندي طيور ماتت، لقينا جبنا طائر وشرحناه، هنلاقي ان القصبة الهوائية بتاعته او زوره كلها عبارة عن افرازات. ازاي بقى اعالج كل ده او احصنه من الاول قبل ما يصاب باي ميكروب عشان ما يحصلش اي خسائر؟ اول حاجة ان انا بستقبل الكتاكيت بتاعتي قبل ما استقبلهم بيكون مطهرة المكان، سواء بفورمالين او ديتول او كلور او اي نوع من انواع المطهرات. وبيكون طبعا الفرشة بتاعتهم ناشفة، ما هياش مبللة ولا حاجة ولا طرية، لا، عشان ما تنقليش اي ميكروب. برش طبعا المكان جير. بعد ما بطهر المكان برش شوية جير، وبعد كده بحط طبقة النشارة بتاعتي تكون ناشفة. بعد كده بستقبل الكتاكيت، بستقبلهم ال3 ايام الاولانيين على مضاد حيوي، سواء بيطري او بشري، اي حاجة، اي نوع من انواع، ويكون في السقاية. بحط معاهم مع المضاد الحيوي دهون مغلي شاي وليمون. بغلي كوباية شاي وبحطها في السقاية وبعصر معاها ليمونة مع المضاد الحيوي، وده بحطه لمدة 3 ايام. بعد ال3 ايام دول بحط لهم بعد كده مغلي شاي بليمون وحباية ريفو في المية لحد لما يتموا 4 اسابيع. بعد ال4 اسابيع
بديلهم الجرعة التانية بقى من المضاد الحيوي اللي هو المضاد الميكوبلازما ده لمدة 3 ايام برضو، سواء بيطري سواء بشري، اي نوع من انواع المضاد الحيوي. في الوقت بقى اللي هو من اول 4 اسابيع لحد الاسبوع التاسع انا بستخدم لهم في السقاية ايه بقى؟ مرة اعمل لهم مغلي شاي بليمون، مرة تانية اعمل لهم ينسون وشمر، ده مرة. وده عشان ايه؟ عشان يوسع الشعب الهوائية بتاعتهم والقصبة الهوائية، ينظفها كده ويمنع اي افرازات موجودة في القصبة الهوائية. مرة تانية اغلي لهم شيح، وده بيبقى كمطهر معه عشان ينظف امعائهم ويطهر بطنهم. ولما يتموا بقى الاسبوع التاسع ابدأ اعطيهم تاني، اديلهم تاني جرعة تالتة من المضاد الحيوي لمدة 3 ايام، واكرر الموضوع ده كل كام اسبوع. يعني انا بديلهم في ال3 ايام الاولانيين مضاد الحيوي لمدة 3 ايام، والفترة اللي ما بين ال3 ايام ل4 اسابيع بقعد اديلهم على طول، شغالة بقى معاهم، يعني بديلهمش مية كده على طول. مرة اعمل لهم مغلي شاي بليمون بحباية ريفو، مرة اعمل لهم مغلي ينسون، مرة مغلي شيح. كل ده بيساعد ان هو ينظف القصبة الهوائية بتاعتهم وبيحميهم، يعني ربنا بيجعلها سبب ان هي تبقى سبب للوقاية لهم قبل ما يتعبوا او يحصل لهم اي حاجة. وطبعا عشان احافظ عليهم من الاول لازم يكون المكان طبعا متطهر ومستقبلهم استقبال نظيف، ما يكونش المكان متفتح. يعني لو احنا مثلا في ايام برد يكون الهواء اماكن مفتحه تدخل لهم هواء، الكلام ده لا، لازم اظبط المكان الاول قبل ما ادخلهم فيه. وطبعا بطهر العلافات والسقايات بتاعتهم واغسلها غسله جامده كده سواء بالكلور او اي مطهر، وبعرضهم للشمس، بعرض العلافات ده والسقايات بتاعتهم للشمس عشان تقتل اي ميكروب موجوده فيه. واتبع معاهم بقى نظام الوقاء اللي انا قلته ده كلته. طب لو ظهر اي اعراض تنفسيه بقى لقيتها بعد ما انا عملت كل ده، بجيب لهم بقى تيلوزين، ده بيبقى للتنفسي، بجيب نص جرام بحطه على اللتر في السقاية، واي مضاد حيوي معاه او موسع للشعب الهوائية اللي هو البشري بحط لهم، سواء منوفيلين اي نوع من انواع موسع الشعب الهوائية. يعني بتعامل معاهم كأني بتعامل مع اطفال صغيرين او اي حد عنده نزلة برد. لو الاصابة بقى شديدة لا قدر الله، يعني لو لقيت المرض شديد جدا وعندي يعني مش ما ينفعش معاهم بقى شاي بليمون والحاجات دي كده، واحدة واحدة لازم على طول بسرعة اتصرف وادوهم نظام اسرع عشان الحقهم. بدلهم يبقى في الوقت ده الحقن يكون اسرع من الحبوب بقى والحاجات دي المضاد الحيوي والشرب ده، يبقى في الوقت ده الحقن بيكون افضل حاجة لهم، واحقنهم بالمضاد الحيوي. ولو وشهم بقى منتفخ بقى او وشهم ان هو مورم في بعض وقافل عينهم كده، بحاول ان انا بصوابعي كده الاتنين اضغط على الانف بتاعتهم بالراحة وبنزل منها الافرازات اللي هي موجودة فيها دي عشان اسلك لهم المجرى التنفسي بتاعتهم اللي هي الانف، يعني مكان ما بتنفسوا. بس طبعا كل الحاجات دي بعملها في مكان بعيد عن باقي الطيور اللي عندي عشان ما يتنقلش لهم العدوى اللي هي موجودة في الفرخة اللي مصابة عندي ده. لو عندي بقى فرخ من شدة تعبه طبعا مش هيروح ناحية الاكل، يعني مش هعمل له الشرب بتاعه ده في السقاية ومغلي الشاي بليمون والمضاد الحيوي واحطه قدامه وخلاص، هو عمره ما هيروح ناحية الشرب ده ولا هيجي ناحيته، لان طبعا الافرازات اللي هي عنده دايما بتكون سادة القصبة الهوائية بتاعته كلها، قافلة زوره كله، فطبعا عمره ما هيروح ناحية المية الشرب. ده بعمل له ايه؟ بتبع له بقى نظام تاني هو لوحده، بعمل له بعمل نص كوباية شاي وبحط فيها معلقتين موسع للشعب الهوائية ومذيب للبلغم، بحط نص ليمونة وحباية ريفو واقلبهم واعطيله بالسرنجة في بقه في الفرخ اللي هو التعبان دون
3 سرنجات بس. بديهولهم بقى، مش اقوم ضغطة مرة واحدة كده ببقه، طبعا كده ممكن اموتهم لان بيكون نفسهم مكتوم او زوره مقفول، فما بيبقاش فيه اي نفس. ببدأ اديلهم، املى لهم السرنجة واديلهم شوية بشوية، يعني اديلهم شوية واسيبه لما يبلعوا كده بالراحة، وارجع اديله شوية تانيين برضو، واحدة واحدة كده لغاية ما ما اديلهم حوالي 3 سرنجات. وده عامل زي مثلا لما يكون حد تعبان وعنده مثلا اللوز بتاعته ملتهبة او كده، بيبقى قافل زوره، ما بيبقى طبعا ملوش نفس للشرب وما بيعرفش يبلع وكده. فاحسن حاجة ان انا بديله بالسرنجة بالراحة، واحدة واحدة، شاي بليمون بالريفو كده. وبتبع معاه بقى حوالي 3 مرات في اليوم، يعني اديله مرة مثلا الصبح ومرة العصر ومرة بالليل، وكل مرة 3 سرنجات لحد ما يتم الشفاء عندي ويتعافوا تماما. وربنا يعافينا جميعا من اي مرض من امراض الدواجن. فاحنا لازم في الاول ما نجيب اي حاجة، يعني لو حبينا نربي اي نوع من انواع الطيور، لازم من الاول نشوف احنا نستقبلهم ازاي، وننظف لهم صح، ونطهر لهم المكان، ونتبع نظام معين نمشي عليه وتحصينات، بحيث ان احنا ما نجيش مثلا في نص لو احنا عاملين دورة تسمين او اي حاجة، بعد ما الحاجة تكبر تروح مننا ونخسر خسارة جامدة. اتمنى لكل الاحباب طبعا المكسب السريع وعدم الخسارة. وبكده اعتقد ان انا قلت لكم كل حاجة عن مرض الميكوبلازما، او الالتهاب التنفسي، او مرض الجهاز التنفسي المزمن، او مرض الاكياس الهوائية. فلو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك والفيديو واشتراك في القناة، وفعلوا لنا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ومفيد من قناتكم، فكرة وطبخة ومعلومة. وشكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.